عاد المنتخب الوطني الرديف إلى أجواء العمل والتحضيرات صباح يوم الخميس مباشرة بعد مباراته الأولى أمام السودان، وذلك تحضيرا لمواجهته القادمة في كأس العرب ضد منتخب البحرين. وقد بدت أجواء الجدية واضحة منذ بداية الحصة، خاصة وأن الخضر يسعون لتدارك التعادل السلبي الذي افتتحوا به مشوارهم العربي. قبل أن نعرض لكم التفاصيل، لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم صورا من الحصة التدريبية التي جرت تحت إشراف الناخب الوطني مجيد بوقرة، حيث ركز الطاقم الفني على الجانب البدني واسترجاع القوة الذهنية للاعبين، مع تخصيص عمل تكتيكي خفيف لعناصر التشكيلة الأساسية التي لعبت أمام السودان، في حين خاض البدلاء تمارين إضافية لرفع الجاهزية قبل المواجهة القادمة. وتأتي عودة رفاق إسلام سليماني إلى أجواء التدريبات بعد تعادلهم السلبي أمام السودان في مباراة اتسمت بالحذر والندية الجدية الكبيرة. ورغم ضياع الفوز في الجولة الافتتاحية، إلى أن الروح القتالية بقيت عالية داخل المجموعة، وهو ما سمح للجهاز الفني بالتركيز على تصحيح الأخطاء وتحسين الفعالية الهجومية. يسعى المدرب مجيد بوقرة من خلال هذه الحصص لإعادة ترتيب الأوراق والبحث عن أفضل توليفة تمنح المنتخب انطلاقة جديدة وتحقيق أول فوز في هذه النسخة من كأس العرب. وتعد مواجهة البحرين محطة محورية في تحديد ملامح التأهل، ما يلزم الخضر بدخول المباراة بتركيز مضاعف ورغبة قوية في استعادة نغمة الانتصارات. في الختام، ما رأيكم؟ هل ترون أن الخضر قادرون على المنافسة على اللقب بهذا الأداء؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.